العم مأمون زواوي عاشق للطب البديل منذ ما يقارب 40 عاما. هذا المجال بالنسبة له ليس مجرد هواية، بل هو شغف. بسم الله الشافي. لا يسعى العم مأمون للكسب أو الفائدة، اعتاد أن يفتح بابه لجيرانه وأقاربه. تجده واقفا على خلية النحل هذه يوميا وكأنها جزء من عائلته، وانطلاقا من قواعد إيمانية وعلمية، ويقينا بأنه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يستخدم العم مأمون لسعات النحل لعلاج بعض الأمراض المستعصية. سبق ان استخدمتها مع مرض اسمه سمبلكس هيربس، اللي هو يسموه بالبلدي زمان الجوبة. هذا المرض مؤلم ومتعب ويسبب يبتدي ببثور ثم طفح جلدي. نتائج مذهلة، وسر العلاج حسب قناعته هو ترياق النحلة الذي يعد مضادا حيويا يحتوي على بروتينات عالية التركيز تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتزيد من كريات الدم الحمراء. والله صراحة أنا جاني الذيب الحمراء، هذا اسمه المرض الخفي، وتعبت والله، رحت مستشفيات ورحت ما في فايدة. 3 سنوات أعاني من هذا المرض بفضل من الله سبحانه وتعالى. ثم عم مأمون زواوي قال علاجك عندي، وأصر علي إني أجي، وكان اتصل علي. فلما جيت صراحة هذه ثالث أو رابع جلسة، شيء سحر العلاج بالنحل. انا كنت اتعاطى كورتيزون، كنت ابره فولترين دي اخذ كل 12 ابره كل 12 ساعه ابره فولترين. كنت اخذ معاها حبوب مسكنه اشكال والوان من جميع الانواع. كنت اخذ حبوب كورتيزون. انا بفضل الله وحمده الان لا اتعاطى اي نوع من انواع العلاجات. وحتى الكورتيزون بعد ما بدات تتعالج من هنا معاه، والله انا من الناس اللي وقفت الكورتيزون، يمكن استعجلت، وقفته في خلال اسبوع. العم مأمون لا يتقاضى أجرا ولا يمتهن هذا النوع من العلاج، وينحصر نشاطه في نطاق ضيق مع الأقارب والأصدقاء. يا عم أمون هذا أبونا، يعني صدقا الرجل ده أول شيء احتوانا وبيعالجنا مجانا ولوجه الله، وبيكرمنا وبيجيب لنا هدايا. يعني ما تيجي أحد يحتويك بالشكل ده. خبرة واطلاع السيد مأمون زواوي لا تنحصر على العلاج بلسعات النحل، بل هو موسوعة علمية في مجال الأعشاب والنباتات. ويسموها هنا في ده العبب، بس هي رائعة. يؤخذ هذه نفس حقة ايوه بالضبط، يؤخذ الاوراق وتؤخذ